السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين، رب الجميع يكون بخير. هنتكلم باذن الله يا شباب النهارده عن نقطه مهمه جدا، وهي التايبس اوف مومنت فريم، انواع المومنت فريم اللي احنا ممكن نشتغل بيه. هلاقي يا شباب ان اول نوع ممكن نشتغل بيه هو الاوردينري مومنت فريم، واختصاره هو الاو ام اف. تاني نوع هو الانترميديات مومنت فريم، اختصاره اي ام اف. تالت نوع هو السبيشال مومنت فريم، والاختصار بتاعه اس ام اف. ايه يا باشمهندس الفرق ما بين الاوردينري والانترميديت والسبيشال؟ هقول لك يا باشمهندس ببساطه في كلمه واحده، الفرق ما بين الثلاث انواع هو في الدكتيليتي، المنطوليه بتاعت السيستم يا باشمهندس. يعني ايه يا باشمهندس ببساطه؟ انا هفرض معاك يا باشمهندس ان انا عندي عزم بقيمه معينه. هلاقي يا باشمهندس لو السيستم بتاعك اوردينري مومنت فريم هلاقي قيمه الديفورميشن بقيمه معينه، لكن لو السيستم بتاعك هو انترميديت مومنت فريم هلاقي الديفورميشن بقيمه اعلى بكتير. لو هو سبيشال مومنت فريم هلاقي الديفورميشن بقيمه اعلى بكتير. عشان كده بقول لك يا باشمهندس الاوردينري مومنت فريم بسميه ليست دكتيليتي، انما الانترميديت بيكون مودريت دكتيليتي، السبيشال بيكون هاي دكتيليتي. هاي دكتيليتي يا باشمهندس منطوليه اعلى. طب يا باشمهندس معلش سؤال، هو الدكتيليتي تفرق معايا في ايه في التصميم بعد كده؟ يا باشمهندس ما لو انت فاكر في فاكتور اسمه الار، ريسبونس موديفيكيشن فاكتور. الفاكتور ده يا باشمهندس بقول ايه؟ بقول ان انا قوه الزلزال اللي هتيجي على المنشا وليكن 100 طن. بس انا بقول لك يا باشمهندس المنشا ده لما يجي عليه ال 100 طن هيحصل فيه ديفورميشن، وهيحصل فيه شروخ، وهيحصل فيه حركه يا باشمهندس، وبالتالي ممكن ما اثرش ما اقولش ان هيأثر 100، هو يأثر مثلا يأثر 50 او 30 طن بس. ايوه يا باشمهندس ليه؟ لان المنشا هيحصل فيه ديفورميشن، وانا ما عنديش مشكله ان يحصل فيه ديفورميشن ويحصل فيه شروخ. وبالتالي يا باشمهندس كل ما المنشا بتاعك يحصل فيه ديفورميشن اعلى، كل ما يحصل فيها يا باشمهندس كراكس بصوره اكبر، بتكون قيمه الار اعلى. المنشا بتاعك اصلا يسمح بحدوث شروخ ولا لا؟ يسمح بحدوث ديفورميشن ولا لا؟ يا باشمهندس يعني انت قصدك تقول لي ان انا لو شغال سبيشال مومنت فريم الار هتكون كبيره، انما لو اوردينري مومنت فريم الار هتكون صغيره، لان المنشا بتاع الاوردينري مومنت فريم ستيف ما بيسمحش بحصول حدوث اي ديفورميشن. طيب وضح لي يا باشمهندس، هعرف منين انا شغال اوردينري ولا سبيشال مومنت فريم ولا انترميديت مومنت فريم؟ يا باشمهندس الاوردينري يا باشمهندس مومنت فريم ببساطه المتحكم عندي نقطتين يا باشمهندس. هو انت هتبدا يا باشمهندس ال دي بتاعتك منها هتوصل حديد الاعمده او الفريمات بتاعتك منين. تاني حاجه يا باشمهندس الكنات التكثيف بتاعها هيكون نظامه ايه. طيب تعالى يا باشمهندس نمشي واحده واحده. والله يا باشمهندس لو انا شغال اوردينري مومنت ريزيستنج كونكريت فريم، معنى ذلك يا باشمهندس انا هوصل في نهايه كل دور بعد ما اعمل الدور الاولاني يا باشمهندس ابدا اطلع اشاير بقيمه ال دي للدور اللي بعده. نفس القصه يا باشمهندس لما اروح الدور اللي بعده، يبقى انا بوصل الحديد الاعمده او الفريمات او الشير وول حتى بوصلها بعد نهايه كل دور، يعني في بدايه اي دور. طيب يا باشمهندس دي اول نقطه. طب تاني نقطه يا باشمهندس بالنسبه لتكثيف الكنات يا باشمهندس، لا ما فيش اصلا تكثيف كنات. انا همشي الكنات يونيفورم يا باشمهندس، مسافه بين الكنات قيمتها اس على طول العمود. طب الاس يا باشمهندس هاخدها بكام؟ هي القيمه الاقل ما بين 16 في قطر السيخ او البعد الاقل في العمود، او 48 من المقاس الاعتبار الاكبر للركام. تاني يا باشمهندس يبقى انا لو قطر السيخ بتاعك 25 مللي اروح ضربه في 16 واطلع الناتج. العمود بتاعك مثلا يا باشمهندس 50 في 40 يبقى البي ب 40. الماس يعتبر الاكبر مثلا 25 اضرب ال 25 في 48. يا باشمهندس دلوقتي بقى معايا ثلاث قيم، اخد القيمه الاقل. يبقى انا المفروض المسافه بين الكنات بتاعتك يا باشمهندس تكون اما مساويه للقيمه دي او اقل منها، تكون مساويه ليها او اقل منها، ما تزيدش عنها طبعا. دي بسميها اوردينري مومنت فريم. يبقى جاوبت على اول سؤال يا باشمهندس، الاوردينري مومنت فريم مفيش يا باشمهندس تكثيف كنات. بالنسبه ل دي يا باشمهندس بوصل في نهايه كل دور. طب تعالى بقى نشوف الانترميديت مومنت فريم. اول حاجه بوصل فين يا باشمهندس؟ برضو بوصل في بدايه كل دور، مفيش اي اختلاف. لكن يا باشمهندس لا، في تكثيف كنات. بكثف الكنات يا باشمهندس على مسافه ال نوت. طب ايه اللي نوت دي يا باشمهندس اللي هكثف فيها الكنات؟ اللي هي في بدايه العمود ونهايته. هي عباره عن القيمه الاكبر ما بين البي الكبيره بتاعه العمود، ما العمود بعدين، البي الصغيره باخدها في توزيع الكنات، البي الكبيره اخدها في المسافه. البي الكبيره او ال ان على 6 هو الطول الارتفاع الحر للعمود،
من سقف البلاطه لبطنيه البلاطه، دي بسميه ال ان، اقسمه على 6 او 450 مللي اللي هو 45 سم. يبقى انا يا باشمهندس دلوقتي عرفت قيمه ال نود هي القيمه الاكبر ما بين الثلاث قيم، وهي بتكون اقل منهم او تساويهم. يعني بطلع 3 قيم اخد القيمه الكبيره ما بينهم، ال نود دي يا باشمهندس بتكون اقل منهم. تمام كده يا باشمهندسين؟ يبقى انا اخترت قيمه ال نود. غالبا يا باشمهندس هاخد القيمه الاكبر ما بين الثلاثه، دي اللي بكثف عليها. هكثف في بدايه العمود وفي نهايته. طيب هكثف الكنات، المسافه بين الكنات قيمتها كام؟ هي عباره عن اس برضو اقل من او يساوي المينيمم ما بين. هلاقي يا باشمهندس القيم دي كلها هي نص القيم اللي موجوده هنا، اللي هي بدل 16 قطر السيخ بقت 8 قطر السيخ، بدل 48 المقاس الاعتباري الاكبر بقت 24، بدل البي الصغيره بتاعت العمود بقت بي على الاثنين او 25 سم. ده التكثيف وبسميه اس. طب يا باشمهندس انا خلاص عملت مسافه ال نود هنا وعملت مسافه ال نود هنا، بقيه العمود امشيه مسافه 2 اس اللي هي زي العمود الاوردينري او ضعف القيمه اللي انا اصلا كنت ماشي بيها في التكثيف. طيب يا باشمهندس دلوقتي انت جاوبت لي على الاوردينري وجاوبت لي كمان على الانترميديت مومنت فريم. ايه يا باشمهندس بقى هو السبيشال مومنت فريم؟ اكيد يا باشمهندس دلوقتي اكيد هكثف مفيش فيها اختلاف، ولكن يا باشمهندس بقى هعمل ايه؟ هوصل في نص العمود. هاجي يا باشمهندس اوصل في نص العمود مسافه الاس اللي هي القيم اللي احنا اصلا حددناها، واجي يا باشمهندس برضو اكثف في بدايه العمود ال نود وفي نهايه العمود ال نود بالقيم اللي انا عارفها. تمام؟ اللي هي يا باشمهندس عندك ال نود بتاعتك مسافه بي ماكسيمم او ال على 6 او 450 مللي. طب السبيسنج في التكثيف زي ما قلنا هاخدها بقى بدل ما اخدها 8 قطر السيخ هاخدها 6 قطر السيخ، او البعد الصغير من العمود على 4 او 125 مللي. حددت قيمه الاس هي القيمه الاصغر ما بين الثلاثه، هكثف بيها الكنات في بدايه العمود، اكثف بيها الكنات في نهايه العمود، وكمان يا باشمهندس هعملها في منطقه وصل الحديد. انا دلوقتي بقى عندي تكثيف في بدايه العمود، تكثيف في نهايه العمود، عندي وصل في نص العمود، كل دول فيهم تكثيف كنات. بقيه العمود بقى همشيه مسافه اس. بقيه العمود يا باشمهندس همشيه مسافه اس، هي عباره عن 6 قطر السيخ ما اختلفتش، او بي على الاثنين بدل بي على الاربعه، او 200 مللي. يا باشمهندس ده تفاصيل كتيره جدا، عشان كده احنا صعب نشتغل سبيشال مومنت فريم. في الاغلب يا باشمهندس انا بشتغل انترميديت مومنت فريم، لان انا كده اصلا هوصل في بدايه كل دول. ولكن طبعا لازم اقول له في اللوحات بتاعتي خلي بالك يا باشمهندس اللي هتنفذ لازم تعمل لي تكثيف للكنات. طب انا دلوقتي فهمت يا باشمهندس ايه الفرق بين الاوردينري والانترميديت والسبيشال، وفهمت يا باشمهندس اكثف امتى واوصل كمان فين. طيب هيفرق معايا في التصميم ايه يا باشمهندس؟ لو انت فاكر في شابتر 12 في الكود الامريكي للاحمال اس سي اي 716 هلاقي يا باشمهندس في جدول بيحدد لك حسب الريزيستنج سيستم بتاعك، النظام المقاوم للاحمال الجانبيه، هيحدد لك قيمه الريسبونس موديفيكيشن فاكتور اللي هو الار، يحدد لك الاوفر سترينث فاكتور عشان تقدر تصمم الاعمده المزروعه او العناصر الحامله، كمان يحدد لك الديفليكشن امبليفيكيشن فاكتور السي دي. طب لو انت جيت بصيت كده يا باشمهندس سريعا هتلاقي فيه اللي احنا اتكلمنا عنه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني هتلاقي هنا حاطط لك مثلا حاجه اسمها هنا اوردينري بلين كونكريت شير وول، هتلاقي انترميديت بري كاست شير وول، هتلاقي يا باشمهندس سبيشال رينفورس كونكريت شير وول. هتلاقي كل اللي انا بكلمك فيه مش مجرد ريزيستنج فريم او شير وول، لا محدد لك هو اوردينري ولا سبيشال ولا انترميديت. كمثال تعال نشوف مثال. عندك يا باشمهندس اهو 3 انواع الفريمات: سبيشال مومنت فريم، انترميديت مومنت فريم، اوردينري مومنت فريم. ايه الفرق ما بينهم يا باشمهندس؟ هلاقي الار ب8 او ب5 او ب3، وواضح يا باشمهندس ان اقل قيمه في حاله الاوردينري مومنت فريم لان دكتورته قليله، ولكن 5 في حاله الانترميديت و8 في حاله السبيشال. وده على فكره فرق كبير جدا في التصميم، تفرق معاك كتير جدا في النتائج. قيمه يا باشمهندس الاوفر سترينث فاكتور ب3 مش فارقه خالص، انما الديفليكشن امبليفيكيشن فاكتور مختلفه. عندك يا باشمهندس السبيشال ب5.5، الانترميديت 4.5، الاوردينري ب2.5. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس لما اجي اقول لك يا باشمهندس انا المنشا بتاعي اللي انا هشتغل بيه، مثلا لو انا هشتغل منشا كله فريمات، تقول لي يا باشمهندس اكيد الار بتاعتك خلاص ب5، قيمه يا باشمهندس الاوفر سترينث فاكتور ب3، قيمه السي دي
باربعة ونص، ابقى انا عارف ما عنديش فيها مشكله. طب يا باشمهندس المشروع اللي احنا هنشتغل عليه غالبا هو شير وول. طيب تعالى نشوف يا باشمهندس، هلاقي يا باشمهندس الكود جه قال لي هنا ادي يا باشمهندس السبيشال رينفورس كونكريت شير وول، وهنا الاوردينري رينفورس كونكريت شير وول، ما قاليش الانترميديت، فانا ما فيش مشكله اخد قيمه متوسطه. هلاقي يا باشمهندس عندك قيمه الار ب5 وهنا الار ب4، فهتلاقيني دايما يا باشمهندس باخد الار ب4 ونص. ليه؟ عشان هشتغل انترميديت شير وول. طب قيمه الاوفر سترينث فاكتور باخده ب2 ونص مش فارقه. طب قيمه الامبليفيكيشن فاكتور باخده ب4 ونص، يبقى انا اخد الار والسي دي ب4 ونص واخد اوفر سترينث فاكتور ب2 ونص. يبقى انا ابقى فاهم يا باشمهندس انا ليه خدت قيمه الار وازاي اخد قيمه السي دي وازاي اخد قيمه الاوفر سترينث فاكتور حسب السيستم اللي انت اخترته، اللي بعد كده هتوضح تفاصيله في اللوحات، مش مجرد كلام، لا لازم في اللوحات بعد كده اوضح تفاصيل التكثيف هتمشي ازاي، والمسافه بين التكثيف والحديد كمان هيقف فين. دي بالنسبه لنا نقطه مهمه جدا جدا هتفرق معانا في التصميم بعد كده. شكرا، السلام عليكم.